السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنبدأ في نوعم العيد، يا كحك العيد يا بسكويت، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى هنشوف النهارده هنعمل أول حاجة الكحك معانا، هنشوف الطريقة هتبقى عاملة ازاي. يلا بينا نشوف المقادير والخطوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة بتختاريها في شغل النواعم بتجيبي دقيق اللي هو بيبقى استخراج 72%. لازم يكون استخراج 72% عشان ما يعملش معاكي عرق. احنا مش بنعمل مخبوزات اللي هي زي كرواسون او قراقيش او الكلام ده، احنا مش عايزين حاجة فيها عرق. هنبدأ كده ننخل الدقيق. أنا معايا كيلو دقيق نخلته كامل، وبعد كده حطيت هنا معلقتين من السمسم المحمص، وحطيت نص معلقة من الصغيرة بتاعة الشاي بيكنج باودر. ودي ريحة الكحك حطيت نص الإزازة زي معلقة صغيرة برضو كده، وحطيت برضو نص معلقة من الفانيليا معايا كده، وقلبت المكونات الجافة دي، وكمان حطيت رشة ملح. هنا بقى انا كنت عاملة هنا السمنة البلدي مع سمنة من اللي هي النباتي، يعني عملت خليط، بس البلدي هي طبعا الاكتر. المفروض ان كيلو الدقيق هيتحط عليه 550 جرام من السمنة البلدي. انا حطيت كوبايتين، الكوباية دي 200 جرام، كوبايتين اللي هم 400 جرام، ونص كوباية اللي هي 100 جرام، وكمان ربع كوباية اللي هم 50 جرام، يبقى كده 550 جرام. مدياكي بالجرامات وكمان بالكوباية اللي هي المج العادي ده. وبعد اما احط السمنة كده قلبتها بالمعلقة وهبدأ ابس بقى. قعدت ابس في العجينة كده لمدة ربع ساعة، ما تزهقيش عشان يطلع معاكي ناعم وجميل. وبعد كده جبت نص كوباية مية دافية شوية وحطيت عليها نص معلقة من الخميرة، ما زودتش اكتر من كده عشان ما يفرش معايا في الفرن. وبعد كده لميت العجينة بس ما قعدتش اعجن. لو لقيتي العجينة ناشفة معاكي زودلها شوية سمنة، لو لقيتيها طرية خالص على الاخر زودلها معلقة دقيق. انا هنا جربت كده اهو، ما شققتش ولا اي حاجة. لما ضغطت بصمت بصبع عليها ما شققتش. هبدأ بقى ان انا اشكل. في الوقت ده كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 170 180 على حسب ما فرنك حامي او بارد. انا الفرن بتاعي بارد فبخليه على درجة حرارة 180. وبعد كده جبت الصواني الألمونيوم. انا بدهناش اي حاجة، الملبن ده كان عندي فايض قبل كده كنت عاملاه يعني. حطيت عليه حبة سمنة قليين وكده، وكان عليه سمسم أصلا، وكان عليه برضو روح الكحك اللي هي الريحة بتاعت الكحك دي. بعد كده هشكل بقى كحكاية كحكاية كده، وهحطها في قلب الصينية واعملها بالبصامة. عايزة تشتغلي بمنقاش براحتك، اللي ترتاحي فيه اعمليه. بحط الملبن جوه الكحكاية، كحكاية قد الليمونة، تخليها صغيرة كده عشان برضو مهما كان الكحك بيفرش شوية أو بينفش شوية في الفرن لما بيتعرض لدرجة الحرارة. اه بحط الملبنية وأقوم قافلة عليها، وأهم حاجة تقفلي كويس ما تبينيش الحشو. بيقعد في الفرن حوالي 25 دقيقة أو نص ساعة، رف وسط، درجة حرارة 170 180. لو فرنك على حسب حرارته عاملة ازاي. لو فرنك حرارته شديدة، ناره شديدة، خليه 160 كمان. ابصم كده واقوم حاطه، اخلص الصواني اللي معايا وابدا احط بقى في الفرن. اول حاجه اختبري في كحكايتين ولا حاجه، دخليهم الفرن وشوفي النظام معاكي ايه، بداوا يفرشوا بعد ربع ساعه ولا لا، ولا زي ما هما. لو زي ما هما كملي وحطي بقيه الصواني بتاعتك. طبعا انا بحب الكحك اللي هو العجميه، بس انا ما عملتهاش. طبعا العجميه سيده الحشوات، بس انا ما عملتهاش بصراحه. اكتفيت بالملبن، ولما خلص الكور الملبن اللي عندي دي عملت الباقي سادة اهو. الاتنين الكبار دول بملبن، والصغيرين سادة. هخلص بقى معايا كده وادخلهم الفرن زي ما قلنا، درجة حرارة 170 180، رف وسط، لمدة 25 ل 30 دقيقة. اهو بخلص كده بكور كله، واقوم نازلة بالبصمة مرة واحدة عليهم. طبعا فرحة العيد بقى بتبقى جميلة بالكحك، اعملي حتى لو على قدك. انا بعمل كيلو بس كده، ونكمل ان شاء الله بقية النواعم. اهو لقيتيها بتشقق كده، شققت معاكي مع انك مختبراها في الاول ببصمة ايدك. حطيها بس ما بين راحة ايدك كده، هتلاقيها بترجع لينة تاني.
اهو اخر كحكاية في الصينية دي، وهنزل بالبصامة بقى على كله. طبعا الدقيق الحلو لعمايل الكحك والنواعم دي، انا بصراحة انا برشح الضحى بس مش الأيام للأسف، وطبعا سنبلة الفرات اعلاهم، بس انا بحب الدقيق بتاع الضحى بيعجبني جدا جدا بصراحة. اهو دي كانت اخر صينية بقى، يعني خلصت الصينية الكبيرة ودي كانت اخر صينية. اهو طلع اهو، اديت له تحت الشواية. عايزة اقول لكم حاجة، لو في اطفال عندك وانتي لوحدك مفيش حد معاكي مع الاطفال دي يعني، وانتي اللي شايلة كل حاجة، ما تعمليش حاجة في البيت، اشتري من بره. شايفين الكحكاية جميلة ازاي والملبن منشفش جوه اهو، شفتوا؟ ده نتيجة ان انا ربنا يبارك فيهم يا رب سهيت بس كده اتلهفوا حاجة بسيطة من الشواية، لاني شغلت الشواية عليه من فوق. ويعني كحكايتين 3 كده يعني اتفتحوا من ناحية الملبن، بس عادي ده ما يضرش ولا أي حاجة. أنا طبعًا اللي هو اتلهف شوية حطيت عليه السكر عشان ياكلوه، واللي هو ما حطيتش عليه ده اللي هاعينه للعيد بقى، ولسه في بقية الصواني كمان. فخزّنه تخزين صحيح لحد ال5 أيام دول ما يعدّوا عشان نفطر بقى بكوباية شاي بلبن كده على الصبح أول يوم العيد، وكل سنة وأنتم طيبين. شايفين بقى شكله عامل ازاي، والكحكاية دايبة ما شاء الله، والملبن منشفش جوه، والسادة برضو جميل. مرضتش احط عليه سكر زي ما انتوا عارفين عشان السكر بيتحط وقت التقديم. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.